نمبر 1. محمد رمضان أعلن نفسه نمبر 1، والجملة دي بقت واحدة من أكتر الحاجات اللي عاملة له جدل. ناس شايفاها ثقة بالنفس، وناس تانية شايفة إنه غرور وتقليل من باقي النجوم. لكن الجديد إن أحمد السقا دخل على الخط، ولما اتسأل عن الموضوع قال بمنتهى الهدوء: أنا مش شايف إن فيها حاجة تزعل ولا حكاية كبيرة، هو ما يقصدش يجرح حد، دي كلمة اتقالت له وبقت الشعار اللي الناس ربطته بيه. وكمل بجملة مهمة جدا: محمد طول الوقت حواليه جدل، وطول ما الفنان حواليه جدل يبقى هو موجود ومؤثر. وهنا في وقفة، السقا مش بس بيدافع عن محمد رمضان، هو كمان بيأكد إن أي فنان من غير جدل وضجة ممكن يختفي بسرعة. السؤال الحقيقي هنا: هل نمبر 1 مجرد لقب تسويقي زي أي براند بيخلي محمد رمضان مميز وسط الساحة، ولا هو لقب بيحسس باقي النجوم إنهم أقل منه وبالتالي بيخلق بينهم حساسية؟ والجمهور هنا هو الحكم. انت شايف ان محمد رمضان ذكي لما استخدم الشعار ده وبقى علامة مسجلة، ولا شايف انه بالغ وده ممكن يأثر على صورته قدام زمايله؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات. انت مع احمد السقا ان الموضوع عادي وما يستحقش الزعل، ولا شايف ان لقب نمبر 1 استفزازي ومش لازم يتقال اصلا؟